ده انا وانا مربوط عشان بنفذ تحدي طلبه متابع. اما ده يوسف وهو لابس تيشيرت مقلوب في الشارع عشان متابع طلب التحدي ده. وفي فيديو النهارده المتابعين هيتحكموا فينا لمده 24 ساعه، وده من خلال البوست اللي نزلناه من يومين وقلنا كل واحد يبعت تحدي نعمله في ال 24 ساعه الجايين. وما شاء الله يعني جاتنا تعليقات كتيره يتعدوا على الصوابع العشرة يعني. ولكن شروط التحدي اول حاجه ان لو الواحد عمل التحدي صح هيكسب عليه بوينت، وفي اخر الفيديو هنجمع كل واحد كسب كام بوينت وهنشوف مين اللي فاز. اما تاني شرط ان قادر الخصم يعدل على التحدي ويخليه اصعب بكتير. وهل يا ترى هنعرف نعمل التحديات دي ولا لا؟ مش عايز اطول عليكم، يلا بينا على التحدي الاول. ودلوقتي يا جماعه هنفر في العشر تعليقات اللي مكتوبين. اول تعليق يا جماعه بيقول خليه يحط ايده في تلج لمده نص ساعه. ده الجبروت يا اخي، ده حرام عليك. ده هو كاتب تعليق تاني. التعليق التاني اتحداك يا احمد. يبقى التعليق الاولاني اكيد هيروح ليوسف. الوقت بعثرني وطول الصمت يرقني ولي جرح يخبئه صراخ في عذبني. ودلوقتي يا جماعه زي ما شفتوا جهزنا التلج، ومش فاضل غير ان يوسف يحط ايده في الميه اللي متلجه درجه حرارتها -0 يعني يا جماعه. اوفر. حط ايدك يا ابني قبل ما يسيح بسرعه، حط ايدك. سلامتك يا بتين بحالهم يا ابني هنا، حرام عليك. ايه يو يا لهوي. نفسي بس يا يوسف تقول لي ايه شعورك دلوقتي. شعوري ان انا ميت دلوقتي. كل انا عملت ايه؟ فاضل كام؟ فاضل دقيقة و3 ثواني. ما تخافش هتخسر. دقيقة و3 ثواني. والتلج صح؟ لا لسه موجود. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انت ضحكت الدنيا. الكلام يا ابني. غرقت الناس. وبكده يا جماعه يوسف عدى 30 دقيقه والتلج ساح كله في الميه. بس بصراحه انا شايف ان يوسف كان بطل وعرف يعدي التحدي وهياخد بوينت كامله. والمشكله يا جماعه ان انا حرفيا حطيت ميه ساقعه من الحنفيه وحطيت عليها التلج كمان، فحرفيا الواد ايده اتنفخ. ده انا قال لو شافوا الفيديو هينفخوني. التحدي التاني بقى يا جماعة من نفس الشخص وكاتب اتحداك يا احمد تاكل كيس اندومي كوري ويويو يحط لك الشطة. اندومي كوري، والحمد لله يعني عرفنا نجيب الاندومي الكوري. هو بصراحة اندومي بشطة بس مشطشط قوي، ولكن عشان نصعب التحدي وهيبقى اصعب من الاندومي الكوري ذات نفسه جبنا يا جماعة الشطة دي. واقسم بالله اكتر شطه حراقه دقتها في حياتي. ده انا جيت بشم البتاع قعدت اعطس نص ساعه. وعشان نصعب التحدي يا جماعه قادر يوسف يحط لي الكيس كله على الاندومي. بس هنشوف رحمه يوسف علي ايه. يا رب خليك معايا يا رب. ودلوقتي يا جماعة صفينا المية من الأندومي، وهتسألوني ليه صفيت المية؟ لأن لما صفي المية هيبقى تركيز الشطة عالي قوي. وطبعا يا جماعة هتستغربوا ليه استخدمت كيس واحد، لأن الكيس الواحد لما احط عليه الشطة هتبقى أعلى، ولكن على كيسين هتبقى خفيفة جدا. ودلوقتي كمان هحط شطة الأندومي. بس كفايه. ايه ما تستغربش لأن في شطة تانية. يا لهوي يا لهوي. ولع نار. وبصراحة صعب عليا فحط له معلقة واحدة بس من الشطة دي. انا كده صعبت عليك.
عملتش حاجه، هتعمل ايه؟ ودلوقتي يا جماعه اهو خلص واللون احمر. ايه ده؟ خلي بالك عشان اكل ده ازاي؟ لايك واشتراك بس. ممكن يكون اخر فيديو ده. بسم الله. انا خايف جدا الصراحه. يا لهوي. اديله. استهدى بالله. ميه ميه فين؟ اي حاجه. كوبايه. استنى ما تكملش، انا حطيت لك مؤقت دقيقة تكون خلصت فيه الطبق كله ده ازاي اخلص ده؟ لو راجل. وخد المية الباقية دي. 1 2 3. ادعوا على احمد. ادعوا لاحمد مش ادعوا على احمد. جو. لو ما خلصتوش اكون خسرت البوينت. يلا بسرعة بسرعة. عاش بطل. بس عليا بحاجة كده. اتفضل يا حبيبي. كل خد زراعتك. يلا يا ابن الدقيقة. 7 6 5 4 3 2 1. خلص. اشرب. اجيب لك مية تاني. اما التحدي التاني يا جماعة وهو اليوسف، وبصراحة من اقوى التحديات اللي اتبعتت. والتحدي بيقول يا جماعة خلي يوسف يلبس تيشيرت بالمقلوب وينزل بيه الشارع. وبصراحة هتلبس تيشيرت بالمقلوب وهتنزل بيه الشارع. عمري ما هعملها في حياتي، حتى لو مقابلها 200,000 عمري ما هعملها. مستحيل حد يشوفني كده. الجبال دي عبارة عن صخور متجمعة. يا رب ما حد يشوفني. أنا دلوقتي يا جماعة قصاد ناس كتيرة، ويا رب ما حد ياخد باله. وده يا جماعة الأوتفيت بالمقلوب. بصوا الشياكة، بصوا الحلاوة، بصوا الجمال. ودلوقتي يا يوسف انا بتحداك انك تلف في نص الشارع وتقعد ما يقرب عن 10. ازاي يعني؟ يلا روح. أحمد ده هيتبهدل. وهنا يا جماعة يوسف وهو بيجري بصراحة كان شكله يضحك قوي. ودلوقتي في يا جماعة واحد في وشي وتقريبا اخد باله. ودلوقتي يا جماعة حط ما يكون. ايش؟ اما التحدي التاني ليه يا جماعة وهو بيقول ايه؟ اتحداك تعمل كوباية شاي بايد واحدة بس. ده اللي هو ازاي ده؟ عاملها ازاي دي انا؟ ودلوقتي يا جماعة حرفيا بدأ التحدي، وانا مطلوب مني ان اعمل كوباية الشاي كاملة متكاملة بكل حاجة فيها بايد واحدة بس، وهستخدم الايد اليمين طبعا. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. مش عايزة. اول حاجة هعملها يا جماعة هحط الفيشة بتاعت السخان ده عشان نشغله. ودلوقتي يا جماعة حطيتها باستخدام ايد واحدة. بيعمل ايه ده؟ بيطلع دخان ده. نطفي ولا ايه؟ بسرعة نطفي. احط المية المغلية. مية مغلية. احط المية يعني مية عادية. دلوقتي هبتدي افتح حاجة. دي اصعب حاجة بصراحة انا شايفها. هفتحها. انا هجرب اعمل كده. دلوقتي هجيب الكوباية يا جماعة، هحط بالمعلقة اهي 3 معالق. ايوه خلي بالك. معلقة. ودلوقتي هغير في قوانين التحدي، ولو الكوباية عجبتني هديله بوينت، لو ما عجبتنيش مش هديله. هتعجبك ازاي وانا بعملها ايه ده يا ابني؟ هتعجبك ازاي دي؟ عادي زي السكر في الشاي. يا لهوي اهي نفس كوباية طريقة الشاي السكر. سهلة. ودلوقتي يا جماعة حطيت الشاي بعد ما دلقت نص البرطمان بره. نعم يا جماعة عذر أنا. ودلوقتي يا جماعة البراد غلي ولا رخص؟ هنصب يا جماعة هنصب. بسم الله. لو مش عجباني مش هديك بوينت. ماشي. ودلوقتي يا جماعة أحب أقول الكوباية يا لهوي دي سودا حلو. دي حمرا. إيه ده يا راجل؟ لون أحمر. دلوقتي جه وقت التقييم. وهو يا جماعة هبتدي أدوق، يا رب تكون حلوة بس. بسم الله. بسم الله. لو مش عجباني مش هديك بوينت. ماشي. ودلوقتي يا جماعة أحب أقول الكوباية غلي. وهو يا جماعة هبتدي أدوق، يا رب تكون حلوة بس. بسم الله.
بصراحة جميلة وكده للأسف أحمد خد البوينت. ودلوقتي يا جماعة هشوف تعليقاتي وهكون مغمض عيني. اتحداك يا يويو تاكل نصف ليمونة بقشرها بدون ما تعمل ردة فعل، ولو عملت احمد يديك بالقلم. ازاي؟ والله جامد. لا ماليش دعوة. 1 2 3 ما تعملش لو عملت ردة فعل هديك بالقلم. شيل ايدك. تعملش ردة فعل، لو عملت هتكون خسران وهديك بالقلم. يلا ما تعتبرش ردة فعل، دي ضحكة. أنا راجل وعملتها. امال انا ايه يعني؟ ما انا راجل برضو وهعمل التحدي اللي بعده. أدفع عشان خلصت. خلصت؟ تفاهة اقول لك. خلاص تفاهة. ودلوقتي يا جماعة جه دور التحدي بتاعي وهعمل زي يوسف الصراحة، هغمض عيني واقلب في التعليقات. 1 2 3 ان احمد يذاكر. ودلوقتي يا جماعة هشوف التحدي التاني، هقلب في التعليقات وافر فيها. تمام؟ ما اعرفش بس قلت اكتب تعليق. ودلوقتي يا جماعة نشوف ايه التحدي التاني. خلي احمد يشرب كوباية مية من فوق يعني كده بايد واحدة، ويكون قافل عينيه الاتنين. امال قافل عين واحدة يعني اشرب كوباية مية من فوق بايد واحدة، وايه تاني؟ واكون قافل عينيا. ده انت ايه يا راجل جبار؟ اهدوا علينا شويه. ودلوقتي يا جماعه اهي كوبايه الميه، وادي جبت كرافته عشان اغمض بيها عيني. بسم الله. هو قال بايد واحده، بإيد واحدة ومن فوق. ومن فوق. جت حاجه على الكهرباء يا عم أنت أنا هنا. خلصت الكوبايه وادي كنت مغمض عيني. ها بس على فكرة في حاجة. عايزين تحديات اقوى المره في الجايه. حاجة. أنت وقعت منك مية. ايه؟ وقعت منك مية يعني خسران. بس انا شربت الكوبايه. لا، أنا خصمي وأقرر. أنت خسرت البوينت. يعني كده خلاص خسرت البوينت. امال انا ايه يعني؟ ما انا راجل برضه وهعمل التحدي اللي بعده. كده النتيجه يا جماعه 3-2، يعني انا خسرت. وبكده وصلنا يا ابني اهدى. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. ولو عايزين نعمل تحديات من دي تاني اكتبوا لنا ايه عايزين في التعليقات، وباذن الله هنزل بوست. تابعوا القناه وكده عشان يوصل لكم البوست، وباذن الله لو كتبت تعليق هنعمله. ونشوفكم على خير في مغامرات خطيرة وتحدي حوار كل مرة يا ابني. بقول معايا ونشوفكم على خير يا ابني مش دي اللي طالعة معايا. ونشوفكم على خير في مغامرات خطيرة وتحديات غير. الوقت بعثرني وطول الصمت أرقني، ولي جرح يخبئ